الفلاون، السلام عليكم. معكم قاهر بن غريب. اليوم حبينا نفتح واحد الموضوع، وهو المطالبة بحقوقنا التاريخية كيما حبوا ووين حبوا وبالدليل اللي حبوه، وما نبنوش هذا الجدار تاع الميزيرية هذا اللي راح ياكل لنا تقريبا، راح ياكل لنا واحد 271 مليون دولار. 271 مليون دولار نقدروا نديروا بها بزاف حوايج. بصح وينهم الرجال اللي يخبطوا يدهم في الطابلة؟ الرجال وراهم الناس اللي تخمم، والناس اللي عندها المنطق تاع المعاملة الند للند، مش كيف السياسيين تاعنا كشغل عاقلين، كشغل موضوعيين، كشغل مانيش عارف وشنو هكذاك التركة تاعهم كيفاش دايرين، ما فهمتهمش انا كيفاش يشوفوا الناس متكلبين علينا، وهاو تيندوف، هاو بالشهر، هاو الحدود، هاو غير يتنابحوا. اليوم ادينا الاستقلال ما شفناش الراحة معهم، كلاب. فرنسا ادت لهم، يقول لك فرنسا واش يقول لك، هو الحجه تاعو يقول لك فرنسا ادت لنا من الارض تاعنا، روح هضر مع فرنسا، واش كير فرنسا سيدي. ولا الحسن الثاني راح يقول لهم فيف لا فرونس، فيف لا فرونس، فيف لا فرونس، وتاجه هنا تنبح على الحدود وعلى فرنسا، ولا ما باليش شكون. ما فهمناش كيفاش نطالبوا بالحقوق تاعنا، نطالبوا بالاراضي تاعنا اللي راهي في المروك، في العمق، حتى الفاس وحتى لطنجة وحتى حتى للبحر الاطلسي، حتى للمحيط الاطلسي قاع كانت لهنا، وعندنا الدليل. المهم نشوفوا كيفاش نوزعوا هذا هذا 271 تقريبا، انا نقول 271 مليون دولار على حساب 1 مليون للكيلومتر. المهم دوك نشوفوا هذا الدليل رقم 1. هذوك 271 مليون دولار نقدروا نديروا نخبة كبيرة فيها محاميين وفيها باحثين تاع التاريخ والتكوين تاعهم، الدولة تتكفل بهم في كل شيء، خالصين كاليين شاربين راقدين، وش يخدموا خدمتهم برك، ويروحوا للحقبة التاريخية هذه في 1570. هذه هنا كانوا تابعين للألجي اللي كاينة، هذه تنس ألجي بربريا، كانوا تابعين للبربر. هذه هنا في هذاك الوقت ما كانش كان الصندوق الانتخابات، كانت كان بيعة، يعني البيعة فاس كانت مبايعة السلطنة في الجزائر. يعني هذا البيعة هذه هما راهم دايرين قضية تاع الصحراء على أساس بيعة، وحنا ثاني ندخل لهم بقضية على أساس بيعة، وبالدراهم هذوك اللي يبنوا بهم الصور يخلصوا بهم الباحثين والإطارات الأكاديميين، يروحوا يجيبوا المعلومات، يدخلوا حتى القلب فاس وينبشوا في التاريخ وغرناطة، ويروحوا للترك، ويروحوا المهم وين كان آثار يكونوا معه، ونديروا دوسي ونحطوه عند الأمم المتحدة، وشوية تعرف شوية رشوة، كيما هذاك اللي كان محمد السادس يبعث لهيلاري كلينتون وفتحت ويكيليكس. النفخ جاه، تعرفوا يعني لو كانت الجزائر تقوم بالخطوة كيما هذه، محمد السادس هذاك المنفخ تاعهم راه يبرى من السرطان اللي فيه، ولا السيدة اللي فيه هذيك،
النفخ هذاك راه يبرى. وشاباط هذاك شاباط يديكيزي، شاباط يطول شعره ويبدل اسمه يروح يدير ليستيتيك باش يولي مرا ما يعقلوهش كاع، يولي يقول واش داني خلط السياسة. بصح المشكل اللي ما حبوش يافونسي ويطالبوا كيما هما راهم يطالبوا بتندوف، ويعني قضية قديمة تاريخية المفترض نتجاوزوها. هما مازالوا حاكمين في العظمة هذيك، عظمة وقاعدين يمضغوا فيها، ويقول لك حنا هما التاريخ، حنا هما الجغرافيا. قول له سقسي برك، قول له الطربوش الاحمر منين جاك؟ الطربوش المغربي والحمام المغربي. سقسيهم قول لهم ما مش عارفين باللي كانوا بيعة، والبيعة تبقى في الرقبة برك إلى يوم الدين على حساب وحنا عندنا ورق صحاح يعني تاع التنمية في الريف. يعني لو كان نلعبوا الورقة تاع الغاز والبترول، يعني هذه المناطق هذه تاع الريف النائية هذه نوصلوها بالغاز وندير لهم التنمية ويحبسوا الزطلة وتتهنى للإسبان من التدفق تاع المهاجرين والتدفق تاع الزطلة. يعني نقدروا نحلوا مشكل. واسبانيا جهة خابزة لو كان تكون الجزائر في الحدود معها ديريكت. الجزائر تكون مع اسبانيا، يكونوا في الحدود في الحدادة. الاسبانيول يعني تجيهم الامور مليحة بالنسبة لهم. علاه الجزائر فيها الطاقة، والجزائر فيها الطاقة الشمسية. المستقبل لما يشوفوا المستقبل ما يشوفوش عند رجليهم. هم عارفين باللي الجزائر هي المستقبل تاع الطاقة الشمسية تاع أوروبا. الجزائر هي اللي راح تضوي أوروبا من 2060 تبدأ التجارة تاع الطاقة الشمسية. هذه خريطة الأولى يعني هذه، وفيها بيعة ونقدروا ندخل لهم صلة الرحم. يعني في عوض نبنوا جدار ندير لهم صلة الرحم ولا ندير لهم مسيرة. المهم يكون الإعلام ما يسكتش ليل ونهار، والمطالبة والحدود تاعنا وهذه. المهم المنفخ تاعهم هذاك ينفش. ميمو سيس هذاك ينتفش هو وشاباط والجماعة هذوك تاع الجماعة المخازنية اللي عايشين بالكاسة تاع الجزائر تاعنا. ولا هذا الدليل رقم 1. نروحوا للدليل رقم 2. كما نشوفوا هنايا وجدة. هذه وجدة، هذه الجزيرة هذيك اللي استعمرتها اسبانيا. مامادو السادس يبوس في يد مرت الروا تاع الاسبان اللي محتلوا بلادو. هذه هي عام الأسود. دوما وهران. هذه الأسود اللي دايرينهم في التاج الملكي تاعهم. لا هنا الأسود عاملك. يعني تكون جماعة طالب بوجدة، وجماعة طالب بطنجة، وجماعة طالب بفاس. يعني تكون نخبة صحيحة. دراهم كاينين 271 ما تخلاش 271 مليون دولار، ما تخلاش يا محمد. يعياو محسوب بزاف 271 مليون دولار. ولا خصو نزيدو لهم معليش. كان حسين مسعود. المهم نكبروا. المهم تولي عندنا حدود مع الاسبان. هما يقولوا هما يقولوا على الجزائريين، يقولوا علينا بلي حنايا اعداء الوحدة الترابية. سما داير حنا الشيعة بلا شبعة. حنا دايرين غير شيعة نصدموا وندخلوا لهم هما يحبوا الهروب الى الامام، نزيدوا حنا نهربوا الى الامام تاع الامام. ما مش فاهمين واش راهم يديروا. يليق لهم هذا المرارك هذوما، يليق لهم لغة العنف، يليق معهم العنف، مش معهم الملاحة والسياسة والكياسة. ما تنفعش. هذا المشكل هذا تاع
نتاع الجزائر والمروك هذا مش السياسة اللي تحلو. هذو 60 سنة استقلال هما مازالوا إلى يومنا هذا مازالوا يمضغوا في نفس الكاسات، مازالهم يعاودوا في نفس الكاسيطة. اي الجي راك الجي فاس وراي مغرب، مغرب ورا مغرب فاس. نتوما فواسة ولا مراكشية؟ حنا جزيريين باينة. الجي نتوما وشنو؟ فهمونا. دراهم يقول لك صح، دراهم يديروا طريق في البحر، نقدروا نديروا بهم بزاف صوالح. هذاك الصور هذا انا نشوف فيها انايا باللي ثم هنا خلاص رايحين نديرو يعني السجن المؤبد. على ما نديروش صلة الرحم، صلة الرحم مع اسبانيا، هما يحبسوا عليهم البغلات هذوك، تحبس عليهم الزطلة، بس عليهم بزاف صوالح. والكوكايين اللي تجي من امريكا الجنوبية وتروح للسبنيول. انا ما تكون عندنا الدبلوماسية تخبط لي تاريخيا وجغرافيا وكما يحبوا. لعل ولا عسى هذاك مامادو السادس ينفش يبرق، بالك احنا نكونوا السبة تاعو باش يعاود يولي حالته الصحية. نزيدو دليل نمبر 3، دليل رقم 3. هذا الدليل رقم 3. هذه وجدة. هاي الحدود تبدأ، هاي الحدود منين تبدأ منا. هذه هاي الحدود تاعهم. هاي وين هاي هكذا على حساب الخط، على حساب الخط هذايا، على حساب الجبال. هذه هي الحدود تاعهم. هذه هنا وجدة، هذه هنا وجدة. على حسب ما قاعد نشوف في النهار والجماعة تقول لهم الاقتصاد تاعنا بليسونس تاع الجزائر، والنهار يقول لهم قرية كان رزقها يأتيها كثيرا. يعني بزاف صوالح تعطيك إشارات باللي وكان الجزائريين يطالبوا بوجدة، وهذا حق كما يقولوا هما حق. احنا نعتبره حق تاريخي، هم يقولوا حق تاريخي على حساب الموحدين والمرابطين، ولا احنا نروحوا الحق التاريخي تاع الزيانيين وتاع الزيريين، ونروحوا لهم، نروحوا للحقوق تاعنا تاع بكري. علاش؟ غير هما عندهم حقوق، احنا ما عندناش. غير هما عندهم تاريخ، احنا ما عندناش. الا قال يخبطوا دين يدهم تخبط على الطابله. كاش هذه تاع او كان واحد الاخ جزيري دار واحد لي فيديو هكذا، حاول يفهم المراركة وحاول يفهمهم. اخي مروكي ريبوند عليه قال له شوف وجهك كيفاش داير، وشوف وجهك راهو مصفار، وشوف وجهك فيه الجدري، وشوف وجهك فيه يعني السيد يناقش فيه تاريخيا وجغرافيا، والاخر يريبون. يعني ما معاهمش هضره، ما معاهمش الهضره، معاهم الضرب الى الامام. واللي راهم معايا نديرو جروب وكاع نديرو دي فيديو باش نطالبوا بالاراضي نتاعنا. الاراضي تاعنا وجده حتى لطنجة تعاود ترجع لنا، خاطش فيها بيعة، والبيعة هذه ما تروحش الى يوم الدين. كاين الامم المتحدة وتولي القضية نمبر 2 في البيعة. ما كاش كاينه قضية واحدة في الامم المتحدة تاع البيعة تاع الصحراء ونص من الصحراء قال لك كانوا مبايعين السلطان ما نعرف شكون السلطان اللي كان حاكمهم هذاك الوقت. المهم لازم نعاودو نردو وجدة تاعنا التاريخية، لازم تعاود تولي، وعندنا حقوق وعندنا عاملي بروف.
خصنا برك لي كادر ولي شيرشور ولي زافوكا، المحاميين والباحثين تاع التاريخ والباحثين تاع الجغرافيا، هذوما اللي خصونا. وحنا نطالبوا، حنا هذه جمهورية جزائرية ديمقراطية الشعبية تاع الشعب، الشعب هو اللي يطلب، ما نستناوش الدولة دير لنا، حنا الشعب هو اللي يطالب وصوتنا مسموع، ماشي كيما بوس اليد. واخا سيدي، هكذا خوتي. السلام عليكم، كان معكم قاهر بن غريب، تلاقاو في ساعة الخير. يلا أزول.